معين عنده. أزمة الناس أنها تبحث عن تبريرات للإخفاق وليس عن وسائل للنجاح. فهو لما يجي يستشهد يقول لك ده سعد باشا بجلالة قدره وهو من هو قال هذه الكلمة، يبقى أنا يا غلبان ولا أنا مش سعد زغلول هقول إيه؟ عمري ما هوصل بقى خلاص. فكأنها نوع من أنواع الحجة لكن محمولة على رجل عظيم علشان تعطيها قوة في الوجود. وكأن هذا الرجل عندما يقول هذا خلاص ما تقوليش بقى حاول ما تحاولش، ده هذا الرجل قال هذا الكلام. لكن أنا أشك أن سعد بيه أو سعد باشا قال هذا الكلام، ربما هو من التراث الشعبي فقط لا أكثر ولا أقل. طب انا عايز اسالك سؤال، يعني حضرتك كمستشار العلاقات الانسانيه وبتحرر في الدستور صفحه في الغميق، وحضرتك في مستشار في بص وطل وكاتب رائع ممتاز جدا في العلوم الانسانيه، ايه اكتر حاجه بتحبط الناس؟ يعني حضرتك ايه الحاجه اللي بتتكرر دايما وبتسمعها شكوى؟ ايه الحاجه اللي بتتكرر؟ تمام، هو مبدئيا الاحباط حاله من التأزم النفسي، حاله من القلق، حاله من التوتر، حاله من عدم الاتزان بتحدث لما يبقى في عقبه بتقف ما بين الانسان وما بين تحقيقه هدف من أهدافه اللي كان هيشبع حاجة معينة بداخله. من هذا المنطلق فجميع المشاكل اللي خلقها ربنا ربما تؤدي إلى الإحباط، لأن أنا ماشي في طريق أريد أن أصل للجهة الأخرى وجدت عقبة من العقبات ما قدرتش أن أنا أجتازها فيحدث الإحباط. من أكثر المشاكل اللي بتواجهنا أو من أكثر المشاكل اللي بترد إلى بريدي المتعلقة بالإحباط للأسف هي من صغار السن. تمام. يعني لما رجل كبير خبر الدنيا وراح وجه وحاول ولم يوفق في جزئية أو جزئيات ويشعر ببعض الإحباط، يعني طبيعي حقه إلى أن يكرمه الله سبحانه وتعالى ويدرك طبيعة الموقف اللي هو مر بيه ويجتاز هذا الإحباط. لكن لما يجي شاب عنده 18 سنة أو 20 سنة وأحيانا بتجينا رسائل من شباب في ثانوي وفي إعدادي أنا محبط، أنا مش هحقق أي حاجة، طب من أين أتى بهذا اليقين في إنه لن يحقق أي شيء؟ فهي أكبر مشكلة إن إحنا يعني زي ما بنقول بنلاقي البانة بنمدغها كتير، بنلاقي حجة أو شماعة فلان ده عنده حالة إحباط فيعدى هذا وذاك فبتلاقي إن هي حالة عامة. تمام. الغريبة إنه حتى لما تسأل الناس مثلا تقول واحد إزيك عامل يقول لك أهو ماشية، يعني طب إيه أخبار الدنيا معاك؟ يقول لك عايش. يعني أكيد حد بتقابل النماذج دي ليه؟ يعني ليه الناس شايفة إنه خلاص الدنيا بقت سودة بقى يعني خلاص؟ هقول لحضرتك هو لابد أن يعرف الإنسان إلى أين يتجه، علشان لما يسأل أنت عامل إيه يقول لك والله أنا أنجزت من مشروعي 50% 60%، وبالتالي يبقى عنده إجابة صادقة أو إجابة منطقية. ده مش حقيقي، الناس ما عندهاش هدف، الناس مش راحة في حتة. فطبيعي لما تسأله أنت عامل إيه يقول لك الحمد لله. لو عنده إجابات منطقية كان هيرد بيها. النقطة الأكثر خطورة من كده إن دائما ما يستسهل هذه الإجابة، ربما يكون مش عاوز يفضح نفسه ان انا مش عارف انا رايح فين انا جاي منين، فيحب ان يظهر في صورة الراضي وخلاص يعني الحمد لله الذي لا يحمل على مكروه سواه. تمام. وكأن دي اجابة شافية. وده على فكره بيرتبط جدا بالمفهوم اللي احنا بنقوله في التنميه البشريه، الناس كلها بتسعى عن السعاده، يقول لك انا مش حاسس بسعاده، والانسان بيحس بسعاده لما يحس بانجاز ويحس ان هو نجح ووصل لهدف. فلو انا اصلا ما عنديش هدف او انا اصلا مش محدد هدف زي ما حضرتك بتقول مش عارف انا رايح فين، فانا مش حاسس ان انا بوصل له، فبالتالي مش حاسس ان انا بتقدم، فبالتالي انا مش حاسس يعني مش حاسس باي اتشيفمنت او اي تقدم في اهدافي. لكن حضرتك بتقول بيجي دلوقتي من 18 سنه احباط، طب ده شاف ايه في الدنيا؟ ولا يعني ده احباط سماعي بقى ولا ايه؟ سمع ان الدنيا وحشه هو في ظاهرة اسمها السايكوفيزيكس، الإشعاع السايكوفيزيكس دوت لما تبقى حضرتك في السينما ويجي مشهد رعب فتلاقي المشاهد اللي جنبك صرخ، بالإيحاء النفسي اللي جنبه بيصرخ واللي جنبه بيصرخ وبتبقى حالة عامة. ودي حوادث كثيرة جدا سجلت بالذات بره، يبقى مثلا فيلم وفيه حريق أو حاجة وواحد مخالف للتعليمات ومولع سيجارة يطلع دخان، تلاقي الناس شافت الدخان هرج ومرك والكل يجي ايه اللي بيحصل؟ حريقة. فأول شيء يسبب هذه الحالة العامة حتى مع عدم وجود تجربة أو حتى مع عدم وجود إحباط حقيقي اللي هو التأثر بالآخرين. يعني إحباط معدي أكيد ده أشد الأمراض فترة للإنسان. يلاقي أخوه اتخرج مثلا ومش لاقي شغلانة وقاعد على القهوة حتى لم يحاول أن يحصل على شغلانة محبط. يلاقي والده غير موفق في بعض المعاملات محبط. يلاقي أخته محبطة. ليه هو كمان ما يبقاش محبط؟ مش معنى أنا يعني بالظبط يعني يعني وده أحيانا إحنا حتى في التنمية البشرية بنقول إن من أكتر الحاجات اللي بتأزم الناس مسألة إن هو يظن داخليا إن تجارب الآخرين اكيد هتمر بيه. يعني زي ما حضرتك بتقول كده اصل في ناس اتخرجت ما نجحتش، اصل في ناس اتخرجت ما عندها مشكله، طب انت ايه مشكلتك؟ ما يمكن انت تكون حظك احسن. لا ده احيانا يقول انا هبقى زيهم او اسوأ كمان. تمام. هو في نقطه برضه خطيره احنا بنغفلها، ما هي السعاده؟ تمام. انا برضه علشان اشعر بالشيء لابد ان اعرف مقاييسه. تمام. فهو ما هي السعاده؟
السعادة ليست في عدم وجود عقبات، ده تصور قاصر شوية أو رومانسي أو مثالي للسعادة على الأرض، ولكن السعادة في وجود مشكلات أتخطاها. ما فائدة رجل قوي جدا جدا وفي صحراء مفيش أي وسيلة لاختبار قوته، لكن هذا الرجل القوي في موقف مثلا صخرة وقعت بيزحزحها، حد مريض بيتكئ عليه وبيعديه، تثبت أو يتم تفعيل هذه القوة. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني أحلو لي إن أنا أقوله لأنه في تلخيص لأشياء كثيرة جدا وفي معنى السعادة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: من بات آمنا في سربه، يعني وسط أهله وعشيرته آمن، معافا في بدنه، صحته حلوه الحمد لله، لديه قوت يومه، عنده الأكل بتاع اليوم مش ل6 شهور قدام، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. ده مش إنسان سعيد، لا ده ملك الدنيا بين يديه. فدي أزمتنا، إن إحنا نحمل السعادة أكثر مما تحتمل. السعادة بالنسبة لي يبقى عندي عربية آخر موديل، وعندي شقة في الساحل الشمالي، وعندي مشروع، وعندي وعندي وعندي. الكلام ده مش وأنا عندي 40 ولا 50 سنة، لا ده أنا عندي 18 سنة. فإذا لم تتحقق هذه الأحلام الوردية، خلاص أنا بجد إن ده مبرر، والله يا جماعة أنا عملت اللي عليا، ومبرر إن أنا أحبط، وسيبوني بقى علشان عاوز أحبط شوية. يعني افهم كام حاجه، انه حضرتك تقصد انه احيانا الناس هي نفسها بتكون سبب في احباط نفسها، ولا المشكله ممكن تكون في الاعلام او في البيئه او في الظروف الخارجيه؟ يعني ممكن اكون انا سبب في ان انا بحبط نفسي؟ ده اكيد. وخلينا يعني يا ريت نسمع اتصالات حضراتكم ورأيكم على المشكله دي، الاحباط جاي منين؟ يعني احنا جزء من المشكله ولا هي الدنيا هي السبب في احباطنا؟ مستنيين مشاركات حضراتكم على تليفونات البرنامج، ونعرف احنا محتاجين نعرف حل الموضوع ده، لانه الاحباط ما بيخليناش نحاول يا جماعه، فعايزين نعرف ايه اللي ما بيخليناش نحاول. يعني يا ريت نعرف. طبعا هو لا يمكن تحديد سبب واحد للاحباط، مش عاوزين نظلم الناس ونقول ان انا سبب احباطي الوحيد، لان ما حدش بيحب النكد، ما حدش بيحب القلق والحيره والتوتر، لكن هناك عوامل كثيره. اولها الانسان نفسه، ده رقم واحد. لا شك ان الظروف الاجتماعيه والظروف الاقتصاديه والجو المحيط، البيئه المحيطه بالانسان بتلعب هذا الدور، لكن برضه هناك عقبات كثيره جدا تقف في طريق وناس كثيرين ويتخطوها. الفكرة كلها ان احنا لما بنيجي نقارن نفسنا نقارن انفسنا بالفاشلين مش بالناجحين. بس خلينا استاذ اقول لحضرتك حاجه، انه الظروف اللي احنا فيها دي واللي احنا عايشينها كلنا دي علينا كلنا، بس في ناس بتنجح وفي ناس عندها امل وفي ناس، يعني احنا زمان كنا نظن فقط ان احنا عايشين جوه الدنيا. لما الواحد عرف شويه ودرس شويه لقى ان الدنيا كمان هي عايشه جوه دماغنا. انا شايف الدنيا ازاي، يعني انا لا املك ان انا اغير المتغيرات اللي في المجتمع وان انا اصلح وان انا اخلي المواصلات مش زحمه وان انا اخلي العيشه رخيص، انا لا املك ده، لكن على الاقل املك ان انا اغير تعاملي انا مع المتغيرات دي اللي احنا بنسميها في علوم التنميه البشريه التفكير الايجابي، اني يعني اسيب المشكله بدل ما انا طول النهار شاغل بالي بالمشكله، ابدا افكر في حلها. يعني احنا بنقعد نشتكي من البطاله وبنشتكي من الزحمه، اعمل حاجه علشان اخرج انا بره الاتجاه الايجابي. بالظبط، افكر طب انا هخرج ازاي من ده؟ يعني اخرج من دايره الشكوى ومن دايره النقد ومن دايره المشاكل اللي احنا كلنا عايشينها، اني اقول ممكن يكون الحل في ده وابدا اجرب حل جديد. تمام. ولذلك هو الناس في تعاملهم مع المشاكل او مع الاحباطات بالظبط زي واحد ماشي في طريق ولقى صخره قدامه، هيبقى فيه 3 ردود افعال او 3 اليات للتعامل مع هذا الموقف. واحد هيجلس على قمه الصخره ويظل يبكي ويندب حظه وليه يا رب انا اخترت الطريق دوت، ويحمل المجتمع والناس والظروف، يشتكي بالظبط العيشه اللي عايشاها متخاذل ولا يستحق النجاح. في واحد تاني هيبص للصخره نظره كده، يلتقط انفاسه، مفيش مشكله، ويروح لافف وراجع من نفس الطريق الشق ويبحث عن طريق اخر. ده انسان مجتهد، انسان مثابر، عارف انه لن يوفق في جميع الخطوات لانه في الدنيا دار الابتلاء مش في الجنه. تمام. يبحث عن طريق حتى من اسمها دنيا حاجه يعني اسمها دنيا يعني اسمها كده يعني اما الاخر فربما يعني يكون له رؤية أخرى، هيفضل يلف حوالين الصخرة، يدور على مسمار عشان يسقط الصخرة، يدور على حاجة يقفز فوق الصخرة. ده إنسان مبتكر يستطيع ان هو يحول الهزيمة الى نصر ويستخرج من الضلمة نور، واحنا نستطيع ان نكون اي من هذه الانماط، او نستطيع كل واحد منا ان يصدر رد الفعل اللي يتفق مع شخصيته. تمام. فهي دي الفكرة، انت عاوز تبقى ايه؟ مشكلتنا ان احنا عاوزين كل حاجة وفي نفس الوقت بدون ان نتحرك خطوة للامام، وده مش هيحصل. لو انتظرت العمر كله في هذه الحالة، في حالة الانتظار، لن تتمكن. اذا اول حاجة ببساطة شديدة جدا انك تتحرك. تمام. في مثل صيني بيقول ان الله سبحانه وتعالى يرسل او يوفر الحب لكل الطيور لكنه لا يلقيها لها في العش. تمام. بمعنى ده برضه مصداق للحديث بتاعنا، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تروحوا خماصا وتعودوا